يعني بعض الاستهدافات التي حصلت مثلا على كنيسة وعلى مرقد شيعي في نفس الوقت كان ينوون استهدافه في الفترة الماضية، وأيضا بعض التحرجات التي تحصل من نواحي طائفية. وأنا أقول أن الشعب أوعى وأكبر من أن يعني ينزلق إلى مثل هذه المزالق، فلا خوف عندنا على يعني وعي هذا الشعب. ولكن أحيانا بعض الأحيان هناك يعني بعض التصريحات الانفعالية التي تؤدي إلى تأزيم الموقف، والكبار يجب أن يكونوا عقلاء وحكماء، وبعض الأحيان تخونهم الحكمة في يعني موضع الذي هم بأمس الحاجة إلى أن يكون فيها الحكمة. نحن نصبر على هذا المشهد إلى أن يعني نواجه كل الصعاب. القوات الأمنية استطاعت فضلها بأقل من 24 ساعة الإمساك بكامل هذه الخلية. في بعض البلدان لديها يعني قامت فيها جرائم كبيرة أبشع من هذا بكثير، ولا زلنا ننتظر بعد مرور 10 سنوات و5 سنوات ولم يجري تحقيق واضح في ملابسات الحادثة التي حصلت، رغم أن هناك مئات من الناس. فأن يكون دولة وليدة بهذا المستوى وخلال 24 ساعة يعني يلقى على أفراد العصابة، القبض على أفراد العصابة، ولسه الدولة يعني ضعيفة في بنيتها التحتية من ناحية التقنيات والهويات وما إلى ذلك، فهذا يعتبر إنجاز كبير.